تركت شوية صوص الشوكولا مشان آخر لقمة نغنغ نغنغة. التحلية اليوم من وين؟ من عند شوكوميلت. مثل كل سنة برمضان شوكوميلت دائما مبدعين وطالعوا كيكة مميزة. هالمرة عنا كيكة اسمها الماتيلدا. تعالوا شوفوا لي على هالكيكة، بسم الله ما شاء الله. بيجي مع صوص الشوكولا بس لازم يسخن أول شي بالميكرويف 10 ثواني. هاي رجعنا بعد ما سخنا لمدة 10 ثواني الصوص. هلا بنسمي بسم الله وبنحط الصوص، بنقطعها هيك. اوه ما شاء الله كشقة طرية. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين على المنظر؟ واو نغنغة نغنغة. يا جماعة الكيكة هشة 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 وبنفس الوقت مقرمشة، أنا ما بعرف شلون. هلا إذا قلتلكن أطيب كيك بدوقها بحياتي بتقولوا لي عم تبالغ، بس جربته ما رح تندموا بتاتا. الله يا أسافة على هالماتيلدا تخلص. على فكرة موجودين في كل الإمارات ما عدا إمارة أم القوين. هلا بنشيل الكيكة الأولى وعلى الكيكة الثانية. الله الله على قلبي على الباكجينج. شو هيك كاتبين علي؟ مبارك عليكم الشهر وعساكم من العوادة، من شوكوميلت إلى يو اي اكس بلو. كاتبين اسمي كمان جايبين معهم صوص، لا تنسوا تحطوه 10 ثواني في الميكرويف. بسم الله الرحمن الرحيم. غطاسة تعطيس بالشوكولاتة. حان وقت التقسيم. اللي قلبهم ضعيف لا يشوفوا هالمنظر أبدا. تعالي إلى هنا أيتها الكيكة الظريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. في المعدة خل ولا تملأها إلا الحلوى. لك أنا صحيح ليش عم باكله في البوكس؟ شيلها هلا واحد بيعرف ياكل. تركت شوية صوص الشوكولا مشان آخر لقمة نغنغ نغنغة. بتوقع انه شوكوميلت هو الخيار الاول للمناسبات الرمضانيه واللمات الحلوه. الحمد لله رب العالمين. هاي كانت تحلية اليوم، تحلية خفيفه دسمه تأمن مرونه صحه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وكالعاده يا ساده الصلاه على الحبيب تجلب السعاده.